سلام البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. موضوعنا لنهار اليوم هو كيفية تسويق منتج عبر الإنترنت. لكن قبل ما نبدأ في موضوع اليوم ما تنسوش البنات تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. في الموضوع اللي فات تناولنا كيفية نجاح المشروع تاعنا. بعد ما خيرنا وشنو هو المشروع اللي حنبدأ فيه وبدينا في التنفيذ، دركا جات مرحلة التسويق، واليوم راح نتناولوا كيفية التسويق عبر الإنترنت. أول حاجة راح نبدأ بها هي نفتح حساب احترافي في مواقع التواصل اللي هما الانستغرام والتيك توك والفيسبوك. هذا الحساب هو الصورة الأولية لنا مع العميل أو الزبون، لهذا عنده معايير. أول حاجة لازم نخير اسم سهل باش يتذكروا الزبون. مثال، إذا كانت عندنا وحدة تخدم الحلويات راح تسمي اسمها مثلا حلويات أميرة، اسم قصير وسهل التذكر. نبتعدوا عن الأسماء الطويلة المعقدة صعيبة باش تتذكرها العميل أو الزبون. ونصيحة لكم البنات، لازم تخدموا لي كارت فيزيت. هذو لي كارت تاعنا واش راح يكون فيهم؟ راح يكون فيهم اسماء الصفحات تاعنا تاع العمل، رقم الهاتف اللي يتواصل به معك الزبون، والمنتج اللي تقدميه بصفة عامة، واسم الصفحات كما قلت لكم من قبل. هكذا باش كي يدخل يحوس عليك الزبون اكيد راح يصيبك، لانه في بعض الاحيان يكونوا اسماء متشابهة في مواقع التواصل، يصعب عليه باش يصيب الاسم، اسم الصفحة. ثاني حاجة هو لازم يكون عندنا لوجو احترافي اللي راح نصمموه عند مصمم جرافيكي، واذا ما عندناش الميزانية ما تسمحلناش باش نصمموه عند مصمم، راح نخدموه وحدنا في مواقع مجانية مثل كانفا وهاتشفول. راني خليت لكم لهنا الصور. هذا اللوجو راح يبين مدى الاحترافية والجدية في العمل. شوفوا البنات، ما كاش ماركة معروفة ومشهورة وتخدم مليح ما عندهاش اللوجو تاعها، لازم تتميزي باللوجو تاعك. ثالث حاجة اللي ما ننساوهاش وكاين بزاف اللي يتغافلوا عليها هي في الصفحات تاعنا، سواء في الانستغرام ولا تيك توك ولا فيسبوك، كاينه واحد البلاصه واسمها بايو، هو اللي فيها الوصف الصغير اللي تجي تحت اسم المستخدم. هنا لازم الوصف تاعنا يكون مختصر ومدقق على المنتجات تاعنا، على المنتج تاعنا، كيفية التعامل مثلا عن طريق الCCP، وهل هناك إمكانية التوصيل. رابع حاجة وهي النشر. في دفتر راح ننظموا روحنا وش راح ننشروا مثلا كل يوم. نعطيكم مثال، في التيك توك مثلا راح ننشر 3 فيديوهات على الأقل. في الانستغرام راح ندير ستوري كل يوم للمنتج تاعي، وراح نديروا بوست في الانستغرام وتحته في كل 3 أيام، وتحت الصورة تاعو راح نديروا وصف للمنتج، طريقة التوصيل. وما تنسوش البنات باش تربطوا حسابكم من التيك توك الى الانستغرام. كاينه هناك زر اللي ضغطوا عليه في التيك توك يوصلك للانستغرام، هكذا باش تسهلي على الزبون والعميل باش يوصل عندك لصفحتك. خامس حاجة هي مواصفات الفيديو الناجح. لازم المنتج تاعنا نصوروه بفيديو قصير وواضح، ولازم تكون اللغة اللي في الفيديو مفهومة. ونوعية الفيديوهات اللي نعرضوها مثلا نعرض المشكل وبعدها الحل هو المنتج تاعك. وما ننساوش نختاروا ركن التصوير، وإذا ما كانوش عندنا الإمكانيات باش نديروا ركن تصوير في البيت ويكون شباب، نخرجوا برا ونصوروا المنتج تاعنا. مثلا إذا كان حجابات تروح للجاردان ديسي ولا مكان فيه طبيعة شابة وتصوري المنتج تاعك، الحجاب تاعك ولا أي منتج راكي تعرضي فيه. بلا ما ننساو باش نخصصوا هامش من الربح للإعلانات الممولة. إنه سبونسوريزي هي حاجة مهمة في التسويق الإلكتروني وفي التجارة الإلكترونية، لازم ما نتغافلوش عنها. هذه هي نصائح البنات باختصار، إن شاء الله نكون أفدتكم في هذا الموضوع.
البنات خلوا لي آراءكم واقتراحاتكم في الكومنتات. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر إن شاء الله يفيدكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.